مساء الخير حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. رجعت لكم تاني حبايبي النهارده بوصفة جميلة جدا بمناسبة صيام العذراء اللي هي ست عذراء. طبعا كلنا عارفين طبعا بمناسبة العذراء بنعمل ايه؟ بنعمل فطير العذراء او فطير الملاك او القرص الطرية. بصوا الجمال بتاعها، طريقتها حلوة جدا وناجحة. انا حبيت اعمل لكم طبق زي ما انتم شايفين كده مقلوب عشان اوريكم السوا بتاعها من قدام ومن ورا. جميلة جدا وطرية وهشة والطريقة بتاعتها حلوة قوي قوي زي ما انتم شايفين كده. هنقطع واحدة مع بعض ونشوفها. بصوا هي طبعا لسه تعتبر دافية. بص الطريقة والجمال بتاعها حلوة جدا جدا. تابعوني بس لاخر الفيديو حبايبي، عشان طبعا في تكاية كده حلوة قوي بتخلي القرص بتاعتنا زي ما انتم شايفين طرية جدا عاملة زي السفنج. ما تكملوا الفيديو لاخره علشان تشوفوا الحاجة اللي انا هعملها. طريقة طبعا حلوة جدا وجديدة ومش كل الناس بتعملها. هي دي اللي هتخلي القرص الطرية بتاعتنا او الفطير العذراء او فطير الملاك هيبقى بالشكل الجميل ده زي ما انتم شايفينه. حلو جدا جدا، يعني مش قادره اقول لكم على الطريان والجمال بتاعه. يلا بينا حبايبي على الطريقه والمقادير. معانا كيلو دقيق جميع الاستخدامات، وعليه نص او ربع معلقه ملح. معانا حوالي نص كوبايه من الجوز الهند اللي هو المبشور اللي هو الناعم. ومعانا باكو من الخميره البيره الفريش، او باكو من الخميره اللي هي الفوريه، او معلقه كبيره. معانا كوبايه زيت طبعا بس يكون نوع حلو كده ويعني ملوش ريحه وطعمه حلو وبيكون دافي. ومعانا كوبايه من السكر. ومعانا كوبايه ونص من الميه الدافيه دي طبعا للعجن وحسب طبعا ما العجينه بتاعتنا هتاخد. ومعانا باكو بيكنج باودر، ده طبعا بيدي هشاشة للعجين وبيبقى حلو قوي البيكنج باودر. اول حاجه حبايبي هنحط كل المواد الجافه على الدقيق اللي هو البيكنج باودر. هنحط السكر ده يا جماعه حسب الرغبه، بس هي كوبايه حلوه قوي، ما نحاولش نزود عن كده. وهنحط جوز الهند، اللي حابب طبعا يحط برضو زبيب يحط، ما فيش اي مشكله. هنقلب كل المكونات دي، بس انا يعني هفصل عشان خاطر صوت العجان او الخلاط. دلوقتي بعد ما الدقيق بتاعنا اتغطى كله بالزيت زي ما انتم شايفين بقى عامل زي رمل البحر كده. الخميره بتاعتنا اتفعلت اهي كويس جدا، يعني كده كويسه قوي الخميره بتاعتنا ما فيهاش اي حاجه، لازم نجربها لو احنا مش واثقين منها. هنحطها دلوقتي على الدقيق. ده حوالي ربع كوبايه ميه يا جماعه عشان تبقوا عارفين المقدار بتاع الميه. لازم ننزل الخميره كلها. دلوقتي هنعاير برضو مع بعض كده كوبايه ميه كمان، يبقى كده كوبايه وربع. وهنشوف لو عايز التاني هنحط. هنقلبهم مع بعض ونشوف لو احتاج التاني هنحط لهم حبه ميه كمان. وادي حبايبي بعد ما العجينه عججناها كويس جدا، هي ما خدتش غير هي كوبايه وربع بس من الميه، ولازم العجينه بتاعتنا تبقى طريه بس ما تلزقش في ايدينا. بصوا مش بتلزق في ايدينا ومطت ازاي عشان احنا عجناها كويس جدا. في العجانه حوالي 5 دقايق، ولو على ايدينا هنعملها حوالي من 7 ل 10 دقايق. بس اهم حاجه نخلي العجينه بتاعتنا بلساء خالص ما تبقاش. بصوا نغطيها بقى اهم حاجه بالاسترتش ده عشان خاطر ايه تخمر، وبما ان الجو طبعا حر هي تخمر على طول باذن الله. بس سيبها بقى في مكان دافي كده لحد ما تخمر، ونرجع نشوف حبايبي هنعمل مع بعض ايه. وادي حبايبي بعد ما العجين بتاعنا خمر زي ما انتم شايفين، طبعا هو مش هيخمر خمور بتاع العيش لان ده فيه كميه سكر كتيره، بس احنا هنعمل له حركه دلوقتي حلوه قوي. هننزل كل العجين بتاعنا على الرخامه. الحركه دي يا جماعه حلوه جدا، بتخلي القرص بتاعتنا هشه وجميله. اهو نزلناه كله كده.
دلوقتي هنرجع زي ما انتوا شايفين نهبط الخمور بتاعه تاني ونسيبه بقى يخمر تاني. الحركة دي بتخليه حلو جدا جدا وهاش وحلو قوي. هنسيبه يخمر تاني لحد ما يعلى برضو اهو. قيمة دقيقة كده، مش هنطول يعني قوي عليه كده اهو. بس يا حبايبي بعد ما عجناه كده زي ما انتم شايفين العجينة بتاعتنا ناعمة وحلوة قوي، هنرجعه تاني في الحلة ونغطيه برضو اهو بس، ونسيبه يخمر تاني مرة تانية اهو. هنجيب بقى الورقة بتاعتنا ونغطيه برضو نفس الحركة تاني بس، نحط في مكان برضو دافي تاني ونرجع نشوف مع بعض بعد ما يخمر. وادي حبايبي شكل العجينة بتاعتنا بعد ما خمرت دي تاني مرة. دلوقتي هننزلها على الرخامة بتاعتنا اهي اهي. هنقسمها طبعا لكور، هنقطعها الاول كده اهم حاجه يا حبايبي ما تستعجلوش عليها في الخمور. الخمور ده اهم حاجه، تخمر براحتها خالص زي ما تاخد. يعني لو الجو حر طبعا مش هتاخد وقت كتير. دلوقتي يا حبايبي بعد ما قطعتهم طلعوا معانا 17 فطيره. طبعا انا مقطعه فيه جزء كبير وفيه جزء صغير، ده حسب الرغبه طبعا، كل واحد حسب ما هو عايز. دلوقتي هنسيبهم بقى يرتاح حوالي ربع ساعه او نص ساعه بس، اهم حاجه نغطيهم في مكان دافي برضو ونسيبهم ونشوف بقى بعد كده هنعمل ايه. وادي حبايبي شكل العجين بعد ما ارتاح اهو. معانا الصاج بتاعنا بقى، هندهنه دهنه زيت بسيطه خالص مش كتير، ونكون مولعين الفرن طبعا قبل منها عشان خاطر التسويه على درجه حراره 200. ومن فوق ومن تحت هنحط في الرف الوسطاني دي كده ايه. هنحط في الصاج بتاعنا بس نبعد كل واحده عن التانية علشان طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا ايه هنفردها بايدينا. ما نحاولش نفردها جامد قوي علشان خاطر طبعا ايه تبقى حلوه، يعني تبقى مش خفيفه قوي اهي كده. اول ما نحطها بايدينا كده نضغط عليها بس، نحاول نخليها مدوره زي ما هي بس كده. وهنسيبها طبعا ايه تخمر، انتوا شايفينها كده اكيد اهو. هنمسك كل واحده نحطها برضو بس بعيد برضو عن التانية، ما نخليهاش جنب بعض على طول اهو. نحاول بس على قد ما نقدر ندورها يا جماعه، نخليها مدوره شكلها كده وحلو اهي بكف الايد كده. وهنسيبها طبعا مده تانية برضو تخمر، ما نخليهمش لازقين في بعض يا حبايبي علشان خاطر ايه ما يلزقوش في بعض. بصوا اهو ده السمك بتاعها حلو قوي. نحاول يا حبايبي بعد ما نفردها كده زي ما فردناها زي ما انتم شايفين كده، السمك بتاعها مش رفيع قوي ولا تخين، وفي نفس الوقت طبعا هي هتخمر تاني. هنسيبها تخمر بقى بس اهم حاجه نغطيها عشان ما تعملش وش كده وشكلها يبقى مش حلو. زي ما انتم شايفين انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اخليها تبقى مدوره وشكلها حلو اهو. السمك كده كده كويس قوي. هنغطيها بقى
نشوفها بعد ما تخمر قبل ما احطها في الفرن. انا مولعه الفرن طبعا لما تخمر. لازم تكون والعه الفرن على درجه حراره 200. ادي حبايبي بعد ما خمروا زي ما انتم شايفين اهو، وفي لسه واحدتين طبعا. انا مولعه الفرن زي ما قلت لكم قبل منها بربع ساعه او 10 دقائق. هنحطهم على الشبكه في الرف الوسطاني. لو عندنا البوتاجاز فوق وتحت هنولع من فوق ومن تحت، لو ما عندناش من فوق ومن تحت هنولع من تحت الاول لحد ما ياخد لون من تحت حلو كده، وبعدين نولع عليه الشوايه ونرجع حبايبي نشوفه مع بعض بعد ما يستوي. وبكده حبايبي وصلنا لنهايه الفيديو. زي ما انتم شايفين بعد ما سوينا القرص بتاعتنا او الفطير بتاع العذراء حلو جدا جدا وطري وتحفه بجد، مش قادره اقول لكم. وريحه طبعا جوز الهند مخلياه بص الطريان عامل زي السفنجه وطري حلو جدا، وطعمه وريحته تحفه. اتمنى حبايبي الوصفه تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، واللي مشتركش في القناه بتاعتي جديد يعني اول مره يشوف القناه بتاعتي يشترك، ما ينساش الاشتراك ويفعل زر الجرس. واقول لكم سلام، باي باي.